السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أجمعين وكل سنة وأنتم طيبين. معكم أحمد عبد المجيد في سؤال أو استفسار في الخير. الناس اللي كانت مصدعة بمغنى وعمالة تقول لي ده شعب مغلوب على أمره، ده شعب ما هوش قادر يتحرك، ده شعب العسكر جاهلوه عن عمد. كان حضرتك كنت موجود يا فندم، أو حضرتك كنت موجودة لما ضابط المخابرات راح نصب لهم فنكوش جديد استعمله للمرة المليون قبل كده، اسمه فنكوش أبو تريكة؟ كلكم عارفين ان ابو تريكة سجل الفيديو ده بأمر من المخابرات، او الاعلان اللي هو عمله ده سجله بأمر من المخابرات، واكيد اتواصلوا معاه ووافق. وكانت المخابرات بتاعتكم هي اللي سمحت ان الفيديو ده يتذاع او الاعلان ده يتذاع. ولو المخابرات بتاعتكم مش عاوزة الإعلان ده يتذاع وعاوزة تشيل الصفحة كانت شالتها، لكن ضابط المخابرات رمى الفنكوش وقال لكم يلا اطحنوا ببعض. هو عارف ان كنتوا بتعشقوا القمار، وعارف ان محمد ابو تريكة لاعب القمار دون عندكم مقدس، بتحبوه اكتر من دينكم واكتر من ربكم واكتر من نبيكم واكتر من كل شيء، وبتعشقوا القمار اللي هو بيلعبه. راجل بيلعب قمار، شغلانته كان بيلعب دي شغلانته مكتوبة كده في جواز سفره، بيلعب. وبيلعب ايه؟ بيلعب قمار. ابو تريكة اللي ضيعك وضيع اللي خلفوك اكتر من 10 12 سنة كان بيلعب فيهم، بيلعب قمار ربك محرمه في صورة ماتش كورة. ابو تريكة اللي كان بيدخل الاستاد يلعب الزمالك يوم الجمعة الساعة 10 الصبح، يلاقي الاستاد مليان فيه 100,000، لو مفيش ولا واحد فيهم هيصلي جمعة ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء علشان يستنى الماتش. ومقعد اكتر منهم حوالي 30 مرة، مقعد له بتاع حوالي 40 50 مليون قدام شاشات التلفزيون، ولا واحد فيهم هيسمع اذان ربنا ويقوم يصلي. وبعد كده بعد الماتش وقبل الماتش هيلهي الناس عن الصلاة وعن أمور الحياة وعن ذكر الله، ويخلي الأخ الزملكاوي يكره أخوه الأهلاوي، وكلها ماتشات قمار. أبو تريكة الواطي النجس اللي كان أول من نزل اسم المولى عز وجل للملاعب، وبعد كل مرة يجيب فيها جون في ماتش القمار، يا عالم اتقوا الله اتقوا الله. الواطي وهو لابس، اسف في اللفظ، الباس وجزمه وشورت في كازينو. ما هو الاستاد ده زيه زي الكازينو، ما هو الكازينو يا سيدي بيتلعب فيه قمار، والماتش بيتلعب فيه قمار، والاستاد بيتلعب فيه قمار. كان يطلع يجري زي الاهبل اللي عنده صرع، وبعد كده يقوم جاي نازل ساجد. بتسجد لايه يا واطي؟ احنا بنسجد لربنا على النعم، بنسجد لربنا على فضله. الواطي تربية الواطيين كان بيسجد لله على نعمة القمار، على نعمة ان جاب جون في ماتش قمار. زيه بالظبط كده زي اللي بيلعب بوكر او روليت او اي جيم في كازينو، وبعد ما حط فلوسه وكسب قام راح جاي نازل لله سجد له. علم المصريين ان اجدع شيء تعمله انك تكتب اسم فلسطين وفي ماتش قمار، ولما تجيب جون ترفع الفانيلا، قال وتعمل انك انت بتعيط زي عمرو خالد وكده بحبك يا فلسطين وجاهدت. الواطي اللي استهزأ بنبيكم الكريم عليه الصلاة والسلام وكتب لك على الفانيلا بتاعه في ماتش قمار لما جاب جون، وراح جاي كشفة ومدور العياط تاني على طريقة عمرو خالد وإلا رسول الله. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى إن اسمه يتحط في مكان بيتلعب فيه قمار، وكأن ربك عز وجل يرضى إن نبيه محمد بن عبد الله يطلع اسمه في ماتش قمار، والناس اللي في الملعب تدعي له. وانتوا يا عالم يا منافقه يا ولاد المنافقه اعتبرتوه جهاد وقلتوا ده بيجاهد. الراجل نقول لك فلوسه حرام جايه من قمار، ربك مش راضي عنه ولا الهوى، ولا تحترم نفسك لا انت ولا اللي خلفتك. اكتر من 2 3 مليون واحد طلعوا وعملوا بسات وعملوا فيديوهات وقالوا الا ابو تريكة. هي دي نفس الناس يا اخي الفاضل اللي انت بتقول لي مش قادرين يعملوا حاجة، قدروا، ما هم قدروا.
اكتر من مليون فيديو نزل. والا ابو تريكة، وابو تريكة الاخلاق، وابو تريكة المثال. بقى لاعب القمار هو الاخلاق وهو الرجولة وهو المثال والتقي. علمك يا واطي ازاي ويا واطية ازاي ان اللي بيكسب من القمر مؤمن عادي. ما هو علمك في الافلام ان الحرامي شريف والرقاصة جدعة والزانية بنت ناس، مش كده؟ مش هو ده اللي علمهولك؟ زي ما علمك ان الرشوة قهوة والربا ارباح والرقص مش عارف موهبة والعرية وهز السراير في الافلام فن. فبالمرة ابو تريكة هو كمان لاعب القمار مؤمن. ابو تريكة اللي من يوم ما خلص لعب قمار لحد النهارده يا ريته سابك في حالك، ده عمال يعلق لك على ماتشات ويقول لك حب الماتشات، تابع الماتشات، اوعى تسيب الكوره. الجاهل اللي طلع يقول لك اللي عايز يتاكد ان ربنا موجود يشوف ميسي، مش كده؟ الجاهل اللي ما بيعرفش يقول كلمتين على بعض. اقسم لكم بالله ابو تريكة ده اتحط في المكان ده واتشهر مخصوص علشان يفسدكم، زي الخطيب ما فسد ابوك وجدك قبل منه، لانهم عارفين تاثير الكره فيكم والقمر فيكم يا شعوب منافقه. اقسم لك بالله العلي العظيم ابو تريكة ده ما اتلمع الا علشان يفسدك. ابليس ذات نفسه، الشيطان ذات نفسه ما يقدرش يمنع 2-3 مليون من الصلاه. ابو تريكة كان بيمنع بال200 مليون، لانكم قاعدين بتسمعوه يا عالم يا واطيه. والحريم بتاعكم الحبته علشان مسحوك ومش عارف وايه وايه وايه. ماشي، ربنا يهديك. واللي ابوك خده من الكوره، اللي ابوك خده من الخطيب وحسن شحاته، ابقى خده انت كمان من ابو تريكة. شفت يا اخي الفاضل يا اللي كنت ما انتش عارف اهو بتنافق انت كمان وبتقول لي دول مغلوبين على امرهم، دول ما بيعرفوش يتنظموا، دول مش ما معهمش فلوس يصرفهم. على ابو تريكة صرفهم. وابو تريكة طالع بامر من المخابرات. ما سالتوش نفسكم مين اللي سمح له يصور؟ مش هتشغل بالك. الله في سما لو طلع وقال لك انا خاين، والله في سما لو ابو تريكة طلع قال لك انا خاين، هتقول له تف من بقك، ده انت حته شهد مكرر. ضابط المخابرات اتفق معاه وقال له اطلع صور. طلع صور ابو تريكة واتفق مع اللي جنب بتاعه وقال لهم اطلعوا قولوا الارهابي قولوا اللي قتلوا الضباط في كرداس، اطلعي يا بنت مش عارف مين النائب العام اللي طلعت واعترفت قبل كده وقالت الحكومه هي اللي قتل ابويا، ابن مليكه هو اللي قتل ابويا، وقالت لك لا ابو تريكة عمل. وحبايب ابو تريكة من الناحيه الثانيه لا الا ابو تريكة. يا اخي والله انا كنت بتمنى ان يسجنوا ابو تريكة مع الناس الاحرار اللي اتسجنت ديا، يمكن يكون عندكم دم ولا حاجه وتطلعوا تحرروه. صدقني لابو تريكة هتطلعوا تحرروه، والله لو ابو تريكة اتسجن هتطلعوا تحرروه، لانه هو ده دينكم وهو ده قبلتكم. مفيش مشكله. ادا فنكوش بسيطه هون ضاع عليه اكتر من اسبوع، وخدها من احمد عبد المجيد. اي واحد عمل لك حلقه عن الفيلم ده او عمل لك موضوع عن الفيلم ده او بس عن الفيلم ده او كتب كلمه في الفيلم ده، اقسم بالله واخد اوامر من الضابط اللي يطلع يكلمك في الفيلم ده علشان الفنكوش يكبر ويكبر. عقبال الفنكوش الجاي ان شاء الله. ويبقى سلم لي على الناس الجهله اللي كانت بتقول لك قمه عربيه، الناس اللي محكومه من ظلمه وكفره وخونه وقلالات الادب ومنقلبين، نسيت الكلام ده ونسيت طبيعتهم، قالوا بتقول لك قمه عربيه ومستنظرين منهم خير. ربنا يقويكم ان شاء الله ويديكم على قد نيتكم. يا اخي الفاضل ويا اخت الفاضله اللي كل ما اجي اتكلم تقول لي سيب الناس في حالها، الناس غلبانه. شفت الناس وهي بتدافع عن القمار ولاعب القمار؟ شفتهم ولا ما شفتهمش؟ ما يبقى حالهم ينصلح ان شاء الله ويحبوا ربهم ورسولهم ربع حبهم لابو تريكة، يبقى ربك ينصرهم او حلال فيكم ابن مليكة. مش هقول لك اكتر من كده، ربك ما بيظلمش حد يا ابني. مع السلامة.